بنلاقي على البلي في الكود الخاص بيها مكتوب C3 أو C4 وهكذا. ودايما بنسمع إن ده خلوص البلي. طيب يعني إيه الخلوص في البلي أو البيرنج كليرنس؟ كل أنواع البلي الدوارة ليها خلوص داخلي، والخلوص الداخلي ده المسافة الكلية اللي ممكن يتحرك فيها كرات البلي، أو هو الفراغ الموجود بين العنصر الدوار اللي هو إما كور أو اسطوانات زي اللي في البلي التيبر، أو زي ما بنقول بلي بلح، وبين الحلقة الداخلية والحلقة الخارجية للبلية. البيرنج لازم يكون ليه خلوص داخلي لما الماكينة ما تكونش شغالة، لأن الحلقات الداخلية والخارجية هتتمدد مع ارتفاع درجة الحرارة لما المعدة تشتغل وتبدأ تدور بسرعات عالية، لأن زي ما احنا عارفين إن المعدن بيتمدد لما بيسخن، وبالتالي لازم نسيب مساحة كافية للتمدد عشان البلية ما تتكسرش. الخلوص في البلي بيتصنف ل6 تصنيفات. في الطبيعي إن البلي بتاعنا ممكن يجي مش مكتوب عليه الخلوص، وده معناه إن البلية دي كده خلوصها طبيعي، وفي بعض الشركات بتسميه بسي زيرو، وده بيكون بين الخلوص C3 والخلوص C2. فلو علي لسي 3 يبقى كده الخلوص بيكبر والمسافة بتزيد بين الكور والحلقة الداخلية والحلقة الخارجية، وسي 4 أكبر من سي 3، وسي 5 أكبر من سي 4. أما لو قل عن الطبيعي وكتب لك سي 2 فكده الخلوص بيقل والمسافة بتبقى أضيق، ولو سي 1 المسافة بتبقى أصغر. الموضوع ده بقى ياخدنا لنقطة تانية مهمة. هتقولي طيب يا هندسة أنا عندي البلية فيها خلوص، والوضع عندي إن مثلا بيكون العمود اللي راكبة عليه البلية موجود بشكل أفقي. طيب ما كده البلية هيبقى وضعها بالمنظر ده بسبب الجاذبية لتحت وتقل البلية. النص التحتاني للبلية هيكون الخلوص فيه أصغر، والفوقاني الخلوص هيبقى فيه أكبر. هقولك كلامك كله صح، ودي بقى اسمها الراديال كليرنس. والحقيقة إن كده المنظر الطبيعي للبلية إذا كنت مختارها صح على حسب ما المصنع قايلك. فمثلا لو قالك الخلوص بتاع البلية سي زيرو يبقى كده تمام. المشكلة اللي بتحصل بقى إنك لو مسمعتش الكلام وجبت بلية خلوصها أقل وليكن سي 2، هنا بقى بتبدأ المشاكل، لأن بكده الخلوص هيقل، وبدل ما كانت البلية بتنزل نص المسافة تشيل حمل وبعدين تطلع فوق تستريح في النص التاني، هي دلوقتي بقت بتشيل حمل المسافة أكتر وما بقتش تاخد وقتها في الراحة، وبكده بتتلف بشكل أسرع، ونرجع نقول إن البلية ما بتعيش عمرها الافتراضي. لذلك موضوع الخلوص ده مهم ولازم نلتزم بيه. طيب إيه العوامل اللي من خلالها بنحدد الخلوص المناسب؟ أول حاجة الفت، ونوع التداخل بين العمود والبلية، هل راكبين شحط ولا عادي؟ ففي التركيب الكليرنس والتركيب الترانزيشن والتركيب الانترفيرنس، والكلام ده هنعرفه في فيديو تاني. أما تاني عامل فهو نوع البلية اللي هتركب، وتالت عامل هو قطر العمود، ورابع عامل هو الحمل اللي واقع على البلية، والعامل الرابع هو السرعة اللي عندك كام، والعامل الخامس هو درجة حرارة التشغيل عندك، والعامل السادس هو نوع الزيت المستخدم. فمثلا لو نوع البلية عندنا سنجل ديب جروف بول بيرنج والخلوص بتاعها نوع سي 3، والعمود اللي راكب قطره 25 ملي، فالخلوص بين العمود والحلقة الداخلية وانت بتركب لازم يكون بين 127 من 10,000 ملي و 254 من 10,000 ملي، لأنه لو قل عن كده هيحصل احتكاك عالي وهيسبب سخونة وتآكل سريع في البلي، ولو زاد عن كده ممكن يحصل اهتزاز وقت التشغيل، وده طبعا بيأثر على المحاذاة بين عمود الموتور وعمود المضخة. ولو افترضنا إن نفس البلية اللي من النوع C3 متركبة على عمود قطره 100 ملي، هنا الخلوص هيزيد وهيكون أكبر شوية، فهيكون بين 635 من 10,000 ملي و 254 من 10,000 ملي. وبسبب الخلوص اللي في البلي العمود ممكن يتحرك رأسيا أو راديال، واللي هي الحركة اللي بتبقى عمودية على العمود، وبرضه بيقدر يتحرك محوريا أو أكسيال، واللي هي الحركة اللي بتبقى موازية للعمود.